السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في جولة جديدة من يوميات ست اخوات. هاخدكم معايا النهاردة في جولة بقى في دمنهور. رايحة مشوار كده، هاخدكم معايا نشوفوا شارع كده من شوارع دمنهور. أنا قبل كده كنت واخداكم في شارع، في ميدان المحطة اللي هو عند الإمام محمد عبده. النهاردة هنخش شارع جديد بقى اللي هو شارع الاستاد زي ما انتوا شايفين كده. شارع الاستاد ده متفرع من شارع المحافظة، اللي هو جاي من على الطريق الزراعي هيخش شارع المحافظة. هيبقى بعد شوية كده، يعني لو ركبت تناية أو ركبت الأتوبيس أو ركبت التاكسي هيوديك عند الشارع دوت. في مش هتاخد دقيقتين في العربية. هو الشارع كله كده هتاخده مشي، ما ياخدش 3 دقايق او 4 دقايق مشي. في اخر الشارع هنا في ميدان بيسموه دوران الاستاد. هو ميدان يعني، بس هم هنا بيسموه دوران الاستاد. الدوران ده طبعا متفرع منه شوارع رئيسية، كذا شارع. فالمبنى اللي في النص دوت او النصب اللي في النص دوت بينظم الشوارع ديت، عبارة عن صينية كبيرة بتلف حواليها العربيات اللي ماشية، فكل واحد بيروح الاتجاه اللي هو عايزه. الميدان دوت معمول من حوالي 3 سنين، وكان متكلف حوالي 17 مليون جنيه أياميها يعني. وهما كانوا عاملينه بشكل إن هو يبقى متنفس للسكان، أو يعني متنزه يعني للسكان. زي ما انتوا شايفين في هنا خطوط عبور مشاة، والمفروض خطوط عبور المشاة يبقى جنبها إشارة مرور عشان تنظم العربي، يعني خط سير العربيات وسير المشاة اللي ماشيين على الأرض. لكن للأسف أنا لاحظت إن مفيش أصلا إشارة مرور في الميدان خالص. وزي ما انتوا شايفين العربيات ماشية في كل اتجاه، ملهمش دعوة يعني مفيش حاجة منظماهم يعني. كله ماشي في الاتجاه اللي هو عايزه من غير تنظيم. المفروض يعني الميدان نتكلف بالشكل دوت، وفي مدارس اهيت. ودلوقتي احنا كمننا الصبح طبعا، ما هياش وقت ذروة يعني، فالموضوع هادي ومفيش زحام. لكن ايام الدراسة انا متخيلة كده الطلبة وهم خارجين، واحنا عندنا ما شاء الله يعني مدارسنا بتبقى فيها آلاف من الطلبة. المفروض يبقى في حاجة بتنظم السير بتاعهم عشان ما يتعرضوش للخطر يعني. انا لاحظت ان في المكان دوت في ميدانين. هنا المدارس اهيت، وده شارع من الشوارع اللي هي جاية على الاستاد، يعني جاية على دوران الاستاد. ادي ده نصب اهوت ميدان يعني. والميدان التاني هنا مركز اعداد القادة اللي بيدربوا فيه المدرسين يعني وكده. لقيت الوقت لسه بدري، فقلت نروح بقى على الميدان هنا نقعد شوية. هم عاملين كراسي ومنظر جميل جدا للي عايز يقعد شوية ويتمتع بالمنظر الجميل، أو لو هو منتظر مثلا أو كده زي كده. في حاجة تانية غير الإشارة، إن المدينة اللي زي ديت يعني أغلبية الناس اللي جاية المكان بيبقى ناس غريبة. مش شرط الميدان ده، في أي ميدان بتبقى أغلبية الناس جاية من سفر، وممكن يبقوا محتاجين إن هم يخشوا حمامات. يعني ميدان زي ده متكلف، المفروض يعملوا في أي حتة فيه بطريقة شكلها جمالي يعني، إن هم يعملوا فيها حمامات، يعملوا حمامات عمومية. والناس يعني بعد كده يعني بصراحة يعني يعني في الميادين اللي في اسكندرية، أنا هتكلم بقى على أنا عارفاه في اسكندرية. الميادين الناس بتستخدمها كمراحيض عامة. ما تعمل ايه ادم ما فيش اماكن للمراحيض الناس تخشها. في ناس مرضى، وفي بياعين قاعدين طول النهار في الشارع، وفي ناس جاية من سفر. يعني المفروض في أماكن واسعة اهي.
كانوا عملوا في وسط الميدان دوت أو أي جنب من الجوانب اللي أنا شايفاها ديت، مش هياخد مثلا 5 متر في 5 متر مثلا. المرحاض اللي هيعملوه مرحاض عام ويشغلوا عليه ناس برضو، ويبقى نظيف والناس تستعمله، ومفيش مانع ان هم يدفعوا فلوس وهم داخلين. قلت بقى نستغل الوقت اللي انا دي برضو عبور مشاة تانية اهي وبدون اشارة مرور. قلت نستغل الوقت اللي انا نقعده دوت، نروح نشتري حاجة كده من سوبر ماركت. المكان هنا مكان حيوي وفيه محلات كتير، بس كنا يعني من الصبح كانت اغلبية المحلات لسه مفتحتش. الشارع اللي احنا داخلينه ده انا دخلته عشوائي كده لان انا مش من المدينة يعني، هنا اصلا ما نعرفش الشوارع قوي. فهنا الست قالت لي ده شارع اسمه فاطمة الزهراء، مش عارفة بقى هو اسمه كده رسمي يعني، ولا اكمني في جامع هنا قابلته اسمه فاطمة الزهراء. الشارع ده بيودي على منطقة شبرا، وفي آخر الشارع هنا في بعض المصالح الحكومية يعني. زي ما انتوا شايفين في اللي هي الجزيرة اللي عاملينها صغننة كده عشان الشارع اتجاهين، لكن بعد كده مفيش الجزيرة ديت والشارع مفتوح على بعضه، العربيات اللي داخلة والعربيات اللي خارجة. دمنهور ما عدا الشوارع الرئيسية هي اللي بتبقى زحمة، لكن باقي دمنهور بتبقى جوها هادي، وخصوصا الصبحية لأن احنا في أجازة والناس بتصحى براحتها يعني، والمحلات كمان بتفتح براحتها. يا رب تكون الجولة الخفيفة ديت البسيطة في شارع فاطمة الزهراء وفي ميدان أو في دوران الاستاد في دمنهور عرفتكم حاجة يعني، مكان كده جديد. هنا بقى نخش على شبرا، منطقة شبرا في دمنهور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.